السلام عليكم ورحمة الله. إخوان، كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير، صحة جيدة. اليوم إن شاء الله جيت عند القطيع. اليوم إن شاء الله جينا عند القطيع، غادي نعطيه واحد الطريطمون ديال الحناش. كما كتلاحظوا راه الدجاج كامل تابعني لحقاش عطشان، حتى من الماكلة ما خليتهاش ليهم. ضروري خصك تعطشهم، زائد انك كيكونوا جيعانين ما يكونوش واكلين، يعني خص تكون المعده خاويه. غندير لهم ان شاء الله اليوم طريطمون ديال الحناش. بالنسبه للحناش او الديدان الشريطيه، بالنسبه كما كنقولوا ما كتخليش الدجاج يكسب الصحه ديالو. وبالنسبه للدجاج اللي كيكون كيبيض، مثلا الاناث اللي كيكونوا كيبيضوا ديما كتلقى عندهم تذبذب في البيض، يعني كيكون عندهم نقص في البيض. علاش؟ لحقاش دوك الديدان الشريطيه ديما هما اللي كيتغداو على نص ديال الكميه ديال دوك المكملات اللي كيحتاجها الدجاج باش كيدوز النهار. داكشي علاش ضروري كدير لهم واحد رابيل ديال الديدان الشريطيه تقريبا مره في كل 3 اشهر. دابا حاليا غندير لهم انا طريطمون، غندير لهم هذا الاسبوع هذا، وغادي ندير لهم واحد رابيل الاسبوع الجاي ان شاء الله. غنوريكم كيفاش الرابيل، وان شاء الله الا بقى ليا كاع الوقت نقدر كاع نصور لكم ديدان الشريطيه. الا لقيتهم حاشاكم في البراز ديال الطيور راه غنوريهم لكم. دابا حاليا غادي ندوزو باش نعطو البرودوي للدجاج ديالنا. كما كتلاحظوا راه الدجاج كامل تابعني على ود الماء لحقاش عطشان. قطعت لهم الماء البارح في العشيه، واليوم الصباح راه تقريبا هذه 11 قاطع كامل عطشان. غنعطوه ان شاء الله يشرب الدواء وعلى بركه الله. وبالنسبه للدواء اللي غادي نستعمل على حساب الديدان الشريطيه هو هذا ليفافين غني عن التعريف. الدواء هذا راه مخير. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال راه كيدار غير مره واحده، يعني غير نهار واحد. ما يمكنش لك ديرو يومين اولا 3 ايام اولا 4 ايام، كديرو نهار واحد وكتجلس واحد الاسبوع. من ورا واحد الاسبوع كديرو عاوتاني رابيل اللي هو نهار واحد. هذه هي الطريقه ديال الاستعمال. وكتعاوتاني كديرو رابيل من ورا شهرين اولا 3 اشهر. هذه هي الطريقه اللي كنخدم بها انا دابا حاليا. بالنسبه للفافين غادي نحتاج عاوتاني هذا الميزان ديال الغرام اللي كنخدم به دائما، هذا هو اللي غنحتاج. وكنحتاج واحد الغلاقه باش كنشد العبار، هو هذا. بالنسبه للناس اللي غادي يقول لك ما غنعرفش كيفاش نشد الغرام وهذا، راه كيف غادي تشري مثلا هاد الغبره، هاد البرودوي هذا من عند البيطاري، غتسولو غتقول ليه عافاك بغيت واحد واحد المعيلقه كتحسب بها الغرام، كتكون هي كتهز غرام واحد، كتكون عندهم كيعطيها لك هو غير غراتوي، يعني ما تيتخلص منك ما والو. هذيك راه ممكن تخدم بها. اولا كتمشي عند دوك اللي كيبيعوا دوك البرودويات ديال الطيور وديال الحمام، داك الحمام الزاجل كيكونوا عندهم تيبيعوهم ما غاديش بزاف، شي درهم ولا 2 دراهم. بالنسبه كما قلنا الطريقه غادي نخدم انا هاد الغلاقه ديال البيدون ديال 5 يدرو. غادي نشعلوا الميزان بعدا باش نطاريو هاد الغلاقه نشوفوا شحال فيها. عندنا فيها 2.5 نقول 84 2 غرام و84 بحال فيها تقريبا 3 غرام. عندي الشرابه ديال الدجاج عندي فيها 6 يدرو، يعني غادي ندير واحد 6 غرام، يعني هنا خاصها تكون واحد 8 غرام ان شاء الله. 4 صافي ماشي مشكل. 8 غرام صفر 3 ماشي مشكل. حنا اصلا الغلاقه عندنا فيها 2 غرام، يعني درنا 6 غرام ديال البرودوي. باقي مازال غادي نخلط القاطع الكبير هذا، غير القاطع ديال الفرنسي. القاطع الكبير حتى هو تقريبا غندير لهم واحد 15 لتر د الماء في ديك السيتيرنا ديالهم، ونعطيهم يشربوا. المده اللي غادي يبقى عندهم هاد الدواء هذا تقريبا يبقى عندهم واحد 2 ساعتين بين ما شرب الدجاج كامل. صافي كتحيدو، كتغسل عاوتاني الشرابات، كتعطيهم ماء عادي. هذه هي الطريقه اللي كتخدم بها دائما. دابا غادي ندوز باش نعطي القاطع يشرب. كما كتلاحظوا راه القاطع كامل جمع على الشرابه باش كيشرب. تقريبا راه شربوا فيها واحد ثلث. القاطع الاخر راه مشى كيتشمش، والقاطع الاخر راه مازال كيشرب. بالنسبه للاكل ان شاء الله من وراء واحد الساعتين ان شاء الله غادي نعطيهم الماكله، يعني ما غاديش نعطيهم الماكله دابا. ما شاء الله اللهم بارك الدجاجات كيبيضوا.
كما قلت لكم من ورا واحد الساعتين عاد نقدموا لهم الاكل حتى يدير الدواء يدير المفعول ديالو. وان شاء الله الدواء الا كان على معده اللي خاويه وصارا غادي نستافدوا، يعني كاع دوك الديدان الشريطيه اللي كاينين في الامعاء والجهاز الهضمي كاملين غادي نحيدوا. وهنا غيكون الفيديو ديالنا سهل، نتمنى انه يكون فيه واحد الافاده بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من قله ديال البيض. نتمنى ان الاخوان المتتبعين يكونوا استفادوا من واحد الحاجه على حساب القطع ديالهم، ونتمنى الامور تكون بخير وعلى خير، ونهاركم مبروك واعانكم الله.